توقعات المباراة اليوم بين المنتخب الوطني التونسي ومنتخب ناميبيا. اليوم المنتخب الوطني التونسي يستهل مشواره في الكان بمواجهة منتخب ناميبيا في إطار المجموعة الخامسة. تاريخيا الزوز فرق تقابلوا في 3 مباريات فاز فيهم المنتخب الوطني التونسي. المواجهة الأولى والثانية كانت في إطار تصفيات كأس العالم 1998 في فرنسا، وانتهت بفوز المنتخب الوطني التونسي اليورو تور. المباراة الأولى كانت في ناميبيا وانتهت بفوز نصور قرطاج بنتيجة 2-1، أما في مباراة العودة في رادس فانتهت المباراة بفوز تونس بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء. آخر مواجهة جمعت بين الطرفين وكانت في الإطار الودي وانتهت بفوز المنتخب الوطني التونسي بنتيجة 2-0. على الورق المنتخب الوطني التونسي هو الأقرب لتحقيق الانتصار، لكن على أرضية الميدان الأمور تختلف، خصوصا في هذه النسخة وبعد اللي شفناه من تعثر الفرق الكبيرة كما مصر، نيجيريا، الكاميرون وغانا. الحذر واجب خصوصا ضد الفرق الصغرى كما منتخب ناميبيا اللي شارك في الكان للمرة الرابعة في تاريخه بعد آخر ظهور ليه وكانت في نسخة مصر 2019. الفوز أقرب للمنتخب التونسي وبالتالي نتوقعها فوز نصور قرطاج بنتيجة 2-1.